ازاي نشخص حاله فايبروميالجيا؟ الحقيقه المريضه دي بتبقى مريضه متألمه، تعبانه نفسيا، عندها ازمه، كانت بتتحرك ولها انشطه بدنيه معينه، فجاه لقت تحديد لانشطتها، لقت الام، مش عارفه اقعد كويس، مش عارفه اتحرك كويس، مش عارفه انام كويس، مش عارفه اخرج في حته، مش عارفه اقوم بشغلي، مش عارفه اشتغل في البيت. الحقيقه المريضه دي بيحصل لها تروما نفسيه كبيره جدا. طيب التروما دي بتسبب لخبطه، بتسبب الم، وده بيبقى له كمان علاقه بالامي البدنيه. اذا عندنا مريض او مريضه في الم بدني، عضلات بتوجعني، ما بقدرش اقعد في اوضاع معينه، اضطراب في النوم، قلق، توتر، عصبيه، واعراض اخرى متعلقه باليوم كله. طب ازاي التشخيص؟ بروح للدكتور المختص، ونحط تحت المختص دي خطوط كتيره جدا: استشاري الروماتيزم، او استشاري الطب الطبيعي، او استشاري علاج الالم، اللي هو يقدر يشخص حالتي. التشخيص بيتم دايما بانه بيتفحص فحص كامل اكلينيكي، 2 بيتعمل مجموعه من الفحوصات، لانه في فرق كبير جدا بين الام مفاصل والام عضلات، بين التهابات روماتيزميه في عضلات او مفاصل او ما حول العضلات او ما حول المفاصل، وفي فرق تاني بان يبقى في حد عنده تليف، متلازمه التليف العضلي او الفايبروميالجيا. التشخيص المناسب بيقوم بيه الدكتور، لكن انا دوري لازم كمريض افهم حاجتين: واحد، انه اي مرض في الدنيا فايبروميالجيا وغيرها ان شاء الله لها علاج كويس جدا. 2، ان الفايبروميالجيا حتى لو موجوده عندي او حتى مرض روماتيزمي اخر، انا ما عنديش مشكله كبيره وهتعالج وهبقى كويسه وما هوش خطير ابدا، دايما ليه علاج. ثالث حاجه، ودي مساله مهمه جدا، ان العلاج مش مجرد دواء، العلاج دواء زائد تعديلات في اللايف ستايل، تعديلات في التغذيه، تعديل في اسلوب حياتي، كمان الاجهاد البدني، الاجهاد العصبي، اسلوب حياه كامل يتغير. الحقيقه مريض الفايبروميالجيا، ودايما بقول له كده، انت مسؤول عن علاجك بشكل كبير، و3/4 علاجك عندك انت، بحسن فهم المشكله وحسن التعامل معاها بذكاء شديد. دايما نشوفكم على خير ودايما بدون قلق.